البرزخ ما في نوم، البرزخ ليس فيه نوم، البرزخ حياة، ولذلك سمي حياة البرزخ. النوم في هذه الدنيا فقط، بعد أن تخرج الروح من الجسد لا نوم بعد ذلك، حياة أبدية تبدأ بالبرزخ وتنتهي بيوم القيامة. يوم القيامة بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. حياة البرزخ هي إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. البرزخ وهو القبر الناس فيه على 3 أحوال. الحال الأول حال المؤمن التقي، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيه ملكان فيقعدانه ثم يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ربي الله، ديني الإسلام، والرجل الذي بعث فينا هو محمد عليه الصلاة والسلام. فيفتح له باب من النار، ثم يقال له: هذا مقعدك من النار لو كفرت. ثم يغلق فلا يفتح بعد ذلك أبدا. ثم يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ويسعد ويرى مكانه في الجنة، فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، حتى يدرك هذا الشيء، ويظل في نعيم في قبره حتى تقوم الساعة فيدخل إلى جنات رب العالمين. الحال الثاني حال الكافر. الكافر كذلك والمنافق يقعد ويقال له: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة مرزبة على رأسه فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، يعني إلا الإنس والجن، الحيوانات تسمعها. لذلك الحيوانات تسمع أشياء لا نسمعها نحن. على كل حال فيصيح صيحة، ثم بعد ذلك يفتح له باب من الجنة ويقال له: هذا مكانك في الجنة أو منزلك في الجنة لو كنت آمن، ثم يغلق لا يفتح عليه أبدا.